السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة سميرة سيدة مطبخ. اليوم جيتكم بواحد الوصفة مغربية 100%. اليوم غادي نحضروا الدجاج محمر بالطريقة المغربية. يعني كل واحد وطريقة كيفاش كيقاد وكيفاش كيصوبوا، يعني كل واحد وطريقة ديالو. انا غادي نوريكم الطريقة ديالي. اول حاجه بعدا كناخذ الدجاج. انا المهم درت ليه الملح مزيان، خليته فيه واحد شويه، عاد من بعد غسلته ودرت ليه سكينجبير وشويه ديال، المهم درت ليه سكينجبير وخليته فيه حتى هو شويه، عاد من بعد غسلته مزيان. انا هنايا ما كانش متوفر عندي الحامض، درت ليه الخل، يعني غسلته بالخل صافي وخليته حتى تقطر مزيان، يعني كتحيد منه ديك الريحه ديال الزفوريه. وعندي هنايا شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت ارغان، لا كان متوفر لا ما كانش متوفر، يعني ماشي ضروري. وهنايا زدت عليهم شويه ديال الخل، اللي عنده الحامض يديرو احسن. هنايا كما قلت لكم ما متوفرش عندي. وعندي بصله محكوكه غير وحده، وعندي الربيع، قبطه ديال الربيع، وعندي هنايا شويه ديال سكينجبير محكوك طري. لا ما كانش متوفر ديروا سكينجبير العادي. وهنايا في العطريه عندي شويه د البزار، شويه د المروزيه ديال الدجاج، الخرقوم، الكركم، والملحه. عندي هنايا الثومه، 3 دروس ديال الثومه محكوكين، وعندي هنايا السمن الحر او السمن الحار، كل واحد وكيفاش كيقول ليه. غادي ناخذ غادي نخلط هاد المكونات هادو، يعني هادوك التوابل وداك الربيع كامل. بسم الله. غادي السمن غادي نخليها للاخر، غادي ندير المروزيه وغادي ندير الملحه والثومه، وغادي نضيف الربيع والبصله والسكينجبير. يعني غادي نخلط المكونات كاملين. نخلطهم. هنايا اللي متوفر عنده زعفران الشعره يديرو، كيعجبني بزاف هاد يعني في الدجاج. اللي ما متوفرش عنده يعني ما معليش يدير له داك الملون الغذائي، اولا من الافضل ما يديروش كاع، المهم كل واحد حسب الرغبه. غادي ندير هنا الزيت ديالي، غادي نخلط هاد الشرموله هذه فقط الشرموله، يعني غير ديال الدجاج، ماشي اللي غادي يطيب فيها. يعني من بعد غادي ناخذ ثاني بصله وشويه د الربيع وشويه د العطريه ثانيين، يعني نديرها فقط البصله هذه غادي نشرملو. وهاد الطريقه اللي كندير انا، يعني كناخذ الدجاج، يعني غنشرم بحال دابا اليوم صايبته بالليل، غادي نخليه في الثلاجه حتى الغد ليه عاد باش نطيبو. يعني كنوجدو نهار قبل باش يشرب هاد العطريه كامله وهاد التوابل كاملين باش يجي يعني بنين بزاف. وكاينه واحد الطريقه اخرى يعني كديرها واحد صاحبتي، يعني كتعجبني بزاف صراحه وكيجي بها بنين. هي مثلا باش تفادى انه يجي عندها شي واحد على غفله وبقات مضاربه مع الدجاج وهذا، كتاخذ هي الدجاجه بحال هكا كتشرملها وتقادها وديرها في الكونجيلاتور. يعني ملي كيجي عندها شي واحد على غفله كتاخذها وكديكونجليها بكل سهوله، يعني وكطيبها. كتجي صراحه رائعه جدا. انا دقتها يعني مذاقها زوين بزاف وما كيبانش عليها بانه راها كاينه في الكونجيلاتور من مده. اذا انا غادي ناخذ هذا السم هذا، يعني نديرو على الدجاج. نستعمل يدي هنايا، ماذا بكم تستعملوا اناء واسع باش تخدموا على راحتكم. غادي ناخذ هاد الشرموله كامله، نحاول ندخلها لهاد الدجاجه، يعني نديرها ليها من الداخل ومن برا. يعني دخلوها لداخل كامل. الطريقه هذه يعني حتى كتشرب مزيان، يعني كتشرب هاد العطريه هذه وكتشرب هاد البصله وهاد الربيع كامل. المهم انا غادي نخليها دابا، غادي ندير ليها البابي فيلم وغادي نعاود نشرم لها مزيان بعد نخليها هاد العطريه هذه كامله، وغادي ندير ليها بابي فيلم وغادي نخليها في الثلاجه. يعني كما قلت لكم نخليها حتى الغد ليه عاد باش نطيبها. يعني ماشي بالضروره تخليوها في الثلاجه حتى تبات، ماشي ضروري، ممكن تشرملوها وتخدموا بها في ساعه. ولكن انا صراحه كنفضل هاد الطريقه لانه كيجي بها بنين بزاف. المهم انا غادي ندير هذا الدجاج هذا في الثلاجه كما قلت لكم، من بعد نوريكم يعني المرحله الثانيه. يعني انا بيته في الثلاجه مع الشرموله ديالو هكا كيكون يعني تشرب مزيان ديك العطريه كامله.
عندي هنايا بصله مقطعه رقيق، بصله وحده، وعندي هنايا الحامض مصير، وعندي شويه د الربيع القزبر، وعندي شويه سكينجبير، ملحه، خرقوم، بزر، شويه شويه نديرهم غير البصله فقط يعني. اما الدجاج راه يعني خدا العطريه ديالو الكامله. غادي ناخذ الكوكوط، غادي ندير فيها البصله. بسم الله. انا هنايا ما كنقليش البصله، يعني ما كنديرش البصله حتى كتقلى، عاده كان يعني عاده باش كنزيد عليها الدجاج وكنقليها. انا ما كنقليش البصله وما يعني ما كنشحرش البصله وما كنشحرش الدجاج، كنحط البصله والدجاج بوحدهم. انا كندير يعني كندير البصله والعطريه ديالها كامله، من بعد غادي ناخذ الدجاج ديالي وغادي نحطو يعني غادي نحطو ديريكت في البصله من غير ما يتقلى. بسم الله. وغادي نحطو على صدرو باش يعني لانه البلاصه اللي ما كتاخذش طيب مزيان هي الصدر. انا هنايا قديت ليه رجليه يعني درت ليهم الخيط. بسم الله. ومن بعد غادي ناخذ هاد الشرموله اللي بقات ونديرها على الدجاج. يعني ما درتش الزيت البصله لانه الدجاج فيه يعني فيه كميه ديال الزيت كافيه باش يطيب فيها. غادي ندير الماء في يعني في هذا الاناء اللي كان فيه الشرموله ديال الدجاج، وغادي نخويه مباشره فوق الدجاج. ندير الكميه اللي غادي تكفيني يعني اللي غتكفيني الدجاج باش يطيب فيها. كما قلت لكم ما كنقلي يعني ديروا ليها الصفاره، خليوها هكاك ولا ديروا في شي طنجره عاديه وخليوه يطيب. ما تخليوش الدجاج حتى كيطيب يعني يذوب ثاني في الطنجره، غير يبان لكم طاب وباقي شاد راسو حيدوه وخليوه المرقه يعني تكمل يعني تكمل الطياب ديالها، وحيدوا الدجاج وخليوه زعما وخليوه حتى يبرد، اولا دهنوه بالزبده وشويه السمن الحار ودخلوه للفران حتى يتحمر. اذا انا غادي ندير دابا الدجاج ديالي يطيب، من بعد نوليو للمرحله التاليه. ملي طيبنا الدجاج ديالنا انا حيدته يعني كما قلت لكم يبقى مازال شاد في راسو يعني ما يكونش واخد الطياب مزيان. عندي هنا شويه ديال الزبده وشويه ديال السمن الحار غادي ندهنهم به مزيان. اول حاجه بعدا عندي هاد الكبده وهاد القلوبه ديال الدجاج، حنا كنقولوا لهم القشاوش ديال الدجاج، غادي نزيدهم على المرقه وغادي نزيد عليهم الزيتون مقطع اولا يعني الزيتون خضر هكاك صاين. غادي ندهن الدجاج ديالي بالسمن وبالزبده يعني ندهنو مزيان باش ما يجيش ناشف. غادي نزيد بعدا الكبده والزيتون والمرقه ديالي، وغادي ندهن الدجاج مزيان كما قلت لكم. غادي ندهنوه مزيان باش يتشرب يعني ياخذ هذيك باش ما يجيش ناشف بزاف. ودخلوه للفران او قليوه في الزيت، ولكن من الافضل يعني يكون في الفران كيجي صحي وكيجي زوين احسن من الزيت. اذا انا غادي نكمل هذه المرحله هذه، غادي ندهنوه مزيان وغادي نحمروا في الفران، من بعد نوري لكم طبق التقديم ان شاء الله. مشاهدي هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما طيبناه ودرنا ليه يعني لاصوص ديالو. انا حمرته في الفران، كتحمروا على حسب بغيتوه يتحمر مزيان، بغيتوه تخليوه باقي يعني يكون لون فقط ذهبي. يعني هذا هو الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ديروا لايك، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه اشتركوا باش توصلوا بجديد الوصفات وما تبخلوش عليا بتعاليقكم. اذا نتمنى تجربوه وينال اعجابكم ان شاء الله باذن الله، والى الملتقى الى فيديو اخر باذن الله. واشركم مبروكه.